معز ابن عمك مهدي بن غربيه. احنا كنا قاعدين مع استاذ معز من يومين، استاذ مهدي بن غربيه رئيس نادي البنزرتي، ونشوف رايه النهارده في المباراه ونتيجه التعادل السلبي 0-0 وفرصه نادي البنزرتي في مباراه العوده في القاهره اللي بقت صعبه كتير مع النادي الاهلي. يعني اول حاجه نقول الحمد لله انه المباراه معناها مرت في ظروف طيبه، انه انه نجمنا ان نرحب وتكون كل ظروف الاقامه للنادي الاهلي طيبه اليوم في الملعب، رغم كل ما جرى في مدينتنا. معناها المباراه جرت في روح رياضيه كبيره، ما فماش حتى معناها شيء كان يمنع انه المباراه هي تحصل، والحمد لله انها حصلت في جو طيب. بالنسبه للمباراه كان اكد انه نادي البنزرتي كانت عنده فرص باش يسجل، ما سهلش ربي اليوم. ما نقولش ان المباراه حتكون صعبه في القاهره، انا اعتقد ان نادي البنزرتي حيترشح في القاهره ان شاء الله. يعني شايف ان الفرصه لسه موجوده بالنسبه للبنزرتي؟ احنا اليوم معناها لعبنا مع بطل افريقيا النادي الاهلي، ولما شفتوا معناها المباراه معناها تقريبا معناها اولادنا كانوا في اغلب الوقت معناها مسيطرين على اللعبه، ما فيش تجسيم، ما فيش واحد بقى. نعتقد انه عندنا نفس الحظوظ في القاهره. بس طريقه النادي الاهلي هتبقى هجوميه اكتر في القاهره النهارده. هو بيلعب مش عايز، يعني كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي مش عايز مرماه يعني يجي له مثلا هدف او يخش هدف في مرماه. طريقه النادي الاهلي هتختلف كتير في القاهره، والاكيد انه حتى طريقتنا احنا هتختلف ان شاء الله. اصابه بعض اللاعبين في فريق البنزرتي اثرت النهارده على الاداء، وفي لاعب بيجي اللي هو اللي جاله رباط صليبي المهاجم بيقول لعيب مميز جدا. الاكيد انه يوسفان بنجي معناها، واليوم اللي شفتوا معناها الاولاد نتاعنا لابسين معناها مراول فيهم حب الوطن وفيهم رقم يوسف بنجي ياثر. بس معناها اعتقد انه حتى النادي الاهلي عنده لاعبين غايبين، واحنا كذلك عندنا لاعبين غايبين. كره القدم تتلعب بال 11 اللاعب اللي يهبط فوق الميدان معناها من غير ما نقولوا حاضر وغايب. هذه هي كره القدم. اليوم نادي البنزرتي معناها اللي هو معناها السنه الثانيه لعب على البطوله في تونس، واللي هو معناها من سنتين معناها كان تقريبا فريق معناها مو يلعبش المراتب الاولى. اليوم معناها قدام بطل افريقيا اللي هو بطل افريقيا النادي الاهلي معناها وكل تاريخه. معناها اعتقد انه سيطرنا على المباراه، لعبنا ماتش باهي، ما سهلش ربي وربي ما وفقش باش نسجلوا ان شاء الله في القاهره نسجلوا. مين اللاعبين اللي عجبوك النهارده من النادي الاهلي؟ والله الكل كانوا منضبطين برشا. معناتها شريف اكرامي النهارده كان مميز جدا، كان مميز. الحارس هو شريف اكرامي الحارس كان مميز كثير معناها، فهمتني، تبارك الله عليه. والفريق منضبط معناها واقف في الملعب مليح. نقول انه الحمد لله المباراه جرتك ان شاء الله مباراه القاهره تجرى في نفس الظروف، وان شاء الله ندعم صداقتنا وعلاقتنا ونستحفظوا على بلدنا في الفتره الصعبه اللي تمر به بلدنا الكل، وان شاء الله نترشحوا احنا وان شاء الله تربح الرياض. طيب استاذ مهدي، قبل ما تمشي بس عايزين برضو نعرف الناس في مصر، كنا متابعين مشكله الدوري المحلي النادي البنزرتي وتساويه في النقاط مع الترجي والافريقي. ايه اللي حصل؟ هل في قرار يعني اتغير من الجامعه التونسيه لكره القدم ولا نفس القرار لسه؟ احنا معناها قدرنا انه قرار الرابطه ذاك قرار مجانب للصواب، وقرار معناها ماهوش في مكانه. نقدروا احنا كملنا ثلاثه الاولانيين، والفصل اللي تم فيه فهم النص القانوني نعتقد انه فيه تجني معناها نادي البنزرتي، على ذاك قدمنا باستئناف، وننتظر انه الهياكل الرياضيه تنظر خلال الاسبوع هذا، وان شاء الله نادي البنزرتي يكون في مرحله التتويج ويكمل يلعب على البطوله. يعني لسه في امكانيه ان ممكن البنزرتي يصعد ويكون في مرحله التتويج ان شاء الله. بشكرك يا استاذ مهدي، ونستنيك في القاهره ان شاء الله، تشرفنا باذن الله. ان شاء الله. مرحبا بكم سيدي عايش. بشكرك شكرا جزيلا.